انكور يا انكور. معايا 300 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا عم انت؟ معايا 300 جنيه. انا معايا 300 يا عم. انا بقول لك انت معاك كام؟ انا بقول لك انت عايز ايه؟ انا بتفرج على اسماعيل ياسين. انت تبع اسماعيل ياسين؟ ما انا مش فاهم الفيلم اتغير يعني. مين حضرتك وعايز ايه؟ زهقت من البلد وزهقت من الدنيا وعاوز اخرج بره مصر. كده فهمت. يعني انت معاك 300 جنيه وعايز تسافر بره ليه يا حبيبي؟ 300 جنيه يعيشوك ملك. 200 جنيه تشتري بيهم 200 فدان، و50 جنيه للرئيس جمال عبد الناصر، و50 جنيه 25 جنيه اشتري بيها البشويه، و25 جنيه عيش بيها حياتك واشتري قصور وفيلل ونزه نفسك. ده احنا في بلد جميله جدا وكلها خير وكلها خيرات. يعني ايه اللي يخليك تسافر بره؟ عدي 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 عاوزك تمشوا عادي. عدي 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 مش فارقه معايا عادي. بعد اذن حضراتكم، بعد اذن الشعب المصري. الشعب المصري مين وبتاع مين؟ انت طلعت لي سنه 67 وقلت لي نفس الكلمتين دول، والنهارده جاي تقولهم لي تاني. انتوا عايزين تبوظ حلقات. يبقى عايز ايه يا ابني انت من الاخر؟ معايا 300 جنيه وزهقت من البلد وزهقت من الدنيا وعاوز اخرج بره مصر. 300 جنيه وعايز تخرج بره مصر؟ بره مصر فين يا ابني؟ يا ما ده ما قعدكش على القهوه يا حبيبي. انت ممكن تكون مثلا عايز تركب فلوكه في النيل ولا حاجه، او تتفسح انت واصحابك، او تخرج براحتك. قول انت عايز ايه، قول. بره مصر. بره مصر فين يا ابني؟ ده ما قعدكش على القهوه اللي جنبك. بره مصر اروح بورسعيد عشان بتوع اهل البلد عندنا ومش سايبيننا في حالنا. عايز تطلع بورسعيد؟ طب ما تقول كده يا حبيبي انك عايز تطلع بورسعيد. مغلبنا من الصبح عايز تطلع بره مصر. بره مصر هتركب القطر يا حبيبي ب 30 جنيه التذكره، وهتنزل من القطر تاخد الكريته، ومن الكريته تاخد الحنطور، هتلاقي نفسك في بورسعيد. بس اعمل حسابك برضه في 30 40 جنيه زياده عشان التوك توك برضه. ما التوك توك برضه هيحاسبك لما يشيل لك الشنطه وينزل لك الشنطه كده يعني. يعني اصلا اروح فين؟ يعني اروح من بورسعيد اروح سينا، ومن سينا اعدي في يا حبيبي انا ما عنديش طول البال اللي انت بتقوله ده. من سنه 67 وال 300 جنيه هم معاك، ما عملتش بيهم حاجه. ايام الابيض واسود غير الايام اللي احنا فيها دي. ايام جمال عبد الناصر غير الايام اللي احنا فيها دي. فاهمنا يا حبيبي؟ احنا في سنه 26. الفلوس اللي معاك دي ما تجيبش 4 دولار. يعني انت عايز تلف في العالم ب 300 جنيه. بص بقى عشان اخد ايديا، انت عايز ايه؟ قول لي من الاخر انت عايز ايه؟ عدي معديه سين، اروح الاسماعيليه وعدي عديت الاسماعيليه ابقى في سينا. لا انت ما تتعبش نفسك خالص. انت هتبعت لي 300 جنيه على فودافون كاش او انستا باي او الخط الارضي اللي رايحك اعمله. ابعتهم لي وانا هستناك. هنتقابل ان شاء الله في محطه مصر في اسكندريه. هاخدك هفسحك، هوديك العلمين واوديك الساحل الشمالي، وبعد كده راجعك محطه مصر تاني، وبعد كده اخدك من محطه مصر اوديك الموقف الجديد، والموقف الجديد هركبك اوديك مطروح، ومن مطروح هنطلع على الابيض، ومن الابيض نطلع على العجيبه، ومن العجيبه نطلع على رومل، ومن رومل نطلع على كليوباترا، وبعد كده نرجع على شارع اسكندريه تاني. قبل ما نمشي بقى اروح منزلك على الساحل الشمالي. تاخد الساحل الشمالي تشوف الناس المعرضين الحلوين الكويسين هناك وتسيح شويه، وبعد كده نرجعوا تاني على مطار برج العرب. من مطار برج العرب هناخدوا الطياره تنزلنا في ميدان رمسيس. من ميدان رمسيس هننزلوا هناك هنلاقي بتاع عصير قصب وبتاع كشري. نسيت اقول لك بقى ان انا نسيت اوديك القهوه العاليه اللي هي في محطه مصر، بس دي مش مشكله عديناها. لو عايز تروح ابقى اوديك. بعد كده يا باشا هشربك عصير قصب واكلك طبق كشري واروح مركبك الحنطور. حلو كده يا عم؟ انت كده مبسوط؟ انا عايزك تبقى مبسوط عشان انت زهقتني. انت مبسوط صح؟ برافو عليك. لو مش مبسوط قول لي. انتوا عاوزين كده؟ انا يا جدعان معايا 300 جنيه وهسيب الدوله اخرج بره مصر اروح بورسعيد. يعني ينفع كده يا جدعان؟ ينفع كده اهل الشعب؟ ينفع كده؟ عايز يلا من اهل الشعب ولا؟ صدق انت زهقتني. بقول لك ايه، انا هستخدمك. انت بدل ما تسافر وبتاع والكلام ده كله، احنا هنوديك رفح. ايه رايك تقف قدام الاسرائيليين هناك؟ احنا كده كده داخلين على حرب وعايزين وش يشتت العدو. انت وشك يقطع الخيمه من البيت. انت لو وقفت قدام اي جندي اسرائيلي هيجري منك. وريحنا من الليله دي بدل ما انت مزهقنا كده عايز تسافر وعايز تنيل. هبقى بص على الدستور على اهل الشعب. يعني المفروض تقفوا جنبي يعني يا جدعان. يا حبيبي ما احنا جنبك وبنساعدك اهو، واقفين جنبك اهو. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ تقفوا جنبي. معايا 300 جنيه عاوز اخرج بره مصر اروح بورسعيد. يخرب بيت امك يا اخي زهقتني. بقول لك ايه، انت بعت لي 100 جنيه وانا هخلصك من الدنيا والاخره. وارجع سنه 67 تاني بقى عليك عفيف ترانزيست زي ليتك مالكش اي قيمه. بص يا حبيبي انت ميت كده كده، فاللي هيجي يخلص عليك ده هيريحك دنيا واخره. يلا يا حبيبي فكر في الموضوع وبعت لي 100 جنيه وباي يا حبيبي. باي 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 باي.